السلام عليكم شباب، معكم باسل جيمر. اليوم حبيت اجيب لكم افضل النصائح والخدع للعبة روكيت ليج. ارجو ان تنال اعجابكم. طبعا وخلونا نبلش باول شيء. طبعا مثل ما شايفين اللعبة فيك تلعبها اونلاين مع اصدقائك. وخلينا نبلش باول خاصية، واللي هي القفز المزدوج. طبعا شو القفز المزدوج؟ القفز المزدوج عبارة عن انه فيك تكبس انه فيك تكبس على الاكس مرتين ورا بعض وبتنط مسافة عالية تعتبر. طبعا طيب شو الفائدة من هالخاصية؟ الفائدة منها انه فيك تدافع عن المرمى تبعك من الكرة ما تفوت عندك. هيك. وفيك كمان بتصد الهجمات فيها. طبعا اغلب الناس بينسوا يستعملوا الحركة، وهو لازم تعملها على سبيل المثال مشان توقف الكرة من المرمى مثل ما حكيت، والدفاع عن المرمى كمان. وهذا بيعني انه الحركة مهمة جدا جدا. طبعا منروح لتاني شي، وعندك القفز باتجاه معين. يعني مثلا بدك تتحرك لقدام للأمام بس. بدك تتحرك مثلا للأمام، المؤشر طبعا بتحرك المؤشر للأمام والقفز بس. حتى انه يعني في بعض الأحيان مو بحاجة لتحرك المؤشر. مثلا هنفترض انت بدك تجمع البوست او المسرع. طبعا بالتأكيد يعني الحركة سهلة جدا، والخاصية مفيدة جدا في حال ما كان عندك بوست او مسرع. طبعا وكنت يعني انت عم تجمع البوست والمسرع. طبعا الحركة سهلة، ويعني عن طريق هاي الخاصية راح تستطيع تجمع المسرع او البوست. تستطيع تاخدهم بسرعة مع طاقة. طبعا نروح على الخاصية الثانية. طبعا احنا بعدنا بالخاصية الثانية، واللي هي انه بتقدر كمان تقفز الى الخلف، تنط للخلف او تقفز للخلف. طبعا شو فائدة هاي الخاصية؟ نفترض انت بنص الملعب وحبيت تدافع عن المرمى، تستطيع بكل سهولة استعمال هاي الخاصية والرجوع للمرمى. وعلى السريع فيك تدافع عن الملعب، عن المرمى. طبعا القفز باتجاه طبعا موجود كمان فيك تقفز باتجاه اليمين، فيك تقفز باتجاه اليمين، فيك تقفز باتجاه اليسار. طبعا هدول الحركات يعني اغلب الاستعمال تبعها بيكون عندما بتحاول تسجل اهداف، عندما تكون قريبة من المرمى تبع الخصم طرد. يعني بهي الطريقة تعتبر. طبعا حنروح للخاصية الثالثة ولثالث شي، واللي هو الطيران.
طبعا خاصية الطيران، تستطيع بهاي الخاصية من التحرك بكل الاتجاهات بسرعة عن طريق القفز مرة واحدة بس، والضغط بعديها على البوست او المسرع. طبعا مثل ما شايفين. طبعا ممكن تقلي طيب شو فائدة هاي الخاصية؟ هاي الخاصية طبعا فائدتها اعتراض الكرات وتسجيل الأهداف عندما تكون بعيد عن مرمى الخصم. طبعا أرجو أن تكونوا استفدتوا من النصائح، وفي حال بدكم جزء تاني اكتبوا لي تحت بالتعليقات. وهيك بنكون وصلنا لنهاية الفيديو. أرجو الدعم بلايك وشير، لا تنسوا الاشتراك بالقناة. كان معكم باسل جيمر، والسلام عليكم.